السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ لقيتوني كندير الشغل في الكوزينه وكنتفرج في شي فيديوهات، والبارح طلع لي واحد الفيديو ديال واحد البنت مسكينه سميتها كنزه، كدير هكا خادمه في البيوت. وبغيت انا نشارك معكم رايي، والصراحه بقات فيا ديك التكرفيصه اللي مسكينه مكرفسه ديك البنت. وبغيت جاوني دوك شكون نقول لك الاعصاب. كنشوف الفرق اللي كبير بين مثلا هاد الناس اللي كنخدموا عندهم وبين هكا في المغرب، والتعامل ديال دوك الناس مع دوك العاملات والخادمات. راه حشومه والله العظيم، وعيب اللي السيده مسكينه هكا تعرضت لابشع التعذيب. انا عزات عليا وحق الله يتضرني خاطري. شفتها البارح وعاوتاني طلع لي واحد الفيديو اخر، عرفتي، وتالمت ملي سمعت القصه ديالها وبقات فيا. بغيت نعرف انا واحد القضيه، احنا كلنا ناس، علاش كيكون الفرق؟ زعما حنا راه مسلمين، والاسلام راه ما دارش هكاك. هادو اللي كنخدموا معاهم ياك ماشي مسلمين، والله العظيم فيهم الانسانيه. ما يمدش عباد الله يدو عليك ويحترمك. والواحد هنايا في اوروبا علاش ما يديروش المغرب كيما دايرين السيستم هنا في اوروبا؟ واخا خادمه خصها يكون عندها الحقوق ديالها ويكون عندها القوانين ديالها، وخصها تخدم بالكونطرا وتستافد من الاعياد، وخصها تستافد مسكينه من الضمان الاجتماعي، وخص جميع الحقوق يكونوا عندها، حتى هي انسان. وشحال من خادمه انا كنعرفها مسكينه كتخدم هكا وضيعه في الحقوق ديالها وكيخلصوها قليل، ما كيديروش لها حتى داك الضمان الاجتماعي، وزعما مهزله وحق الله. انا بعدا عصبني هذا الشيء. لا الحمد لله هنايا والله اوروبا كيعطيو للانسان قيمه. ما كاينش ديك الفرق ما بين خادمه ولا ما بين مدير ولا ما كاينش الفرق. حنا مازال متاخرين وعندنا ديك القضيه ديال الفرق. صافي غير هما لاباس عليهم يتكرفسوا على وحده مسكينه ما عندهاش نهائيا. كما قلت لكم اخوتي، هاد الناس هادو ما عندهمش الفرق في شي ما بين الاشخاص. ما كاينش الفرق. كاين اللي كيشطب، كاين المدير، كلشي محترمينه، كلشي بقوانينه. حتى واحد في هذا البلاد ما جالس عباد الله بالقانون. حنا ما عرفتش امتى غادي يحاولوا يغيروا هذا الشيء ويكونوا بحال هاد الناس، لان حتى دوك الناس مساكن واخا ما عندهمش حتى هما محتاجين يكون عندهم كما قلت لكم الضمان الاجتماعي، يكون عندهم لاسيرونس، تكون عندهم خلصه زوينه، يكون عندهم الاعياد يتهلاو فيهم دوك العائلات وياكلوا مزيان. زعما واسفه والله العظيم واسفه. القوي كياكل الضعيف. زعما نقول لكم واحد القضيه، والله العظيم اوروبا الرحمه من ناحيه القوانين، من ناحيه القوانين. يعني راه خادمه البيوت راهم معززات مكرمات كما قلت لكم، بالخليصه ديالهم، بالضمان الاجتماعي ديالهم، بجميع الحقوق اللي كتكون مثلا عند شي واحد كبير كتكون عندها حتى هي. جميع الحقوق، ولا تمرض كاينين الحقوق، تمشي تولد كاينين الحقوق. تما ما للاسف حشومه على ديك السيده اللي تكرفصت على هاد البنيته هكا مسكينه، اللي كلها زرقاء وعذبتها وما خرجتش بشي تصريح باش نقولوا تدافع على راسها، وما عندها ما تدافع. يعني داكشي راه باين، السيده مكرفصه ومعذبه وكانت كتموت بالجوع، ما كتاكل ما كتشرب وكيعنفوها. وواحد القضيه، حتى مثلا العائلات دابا خصهم يغيروا هذا السيستم. ملي بغاو يعطيو وليداتهم يفرضوا عليهم شي ورقه، شي كونطرا، يشوفوا ولادهم لمن كيعطيوهم، يشوفوا الناس. يعني راه بعدا ملي كتبغي تمشي تخدمي، اول حاجه كيديروا لك بروفا هي تجربه، سواء منك انتيا نقولوا انا باغا نمشي نخدم، هذيك البروفا ماشي غير ليا انا، هما غيجربوني حكا غنعجبهم باش يشدوني، لا، هذيك البروفا ديالي وديالهم. كيعطيو فيها 15 يوم، وكاين كيعطيو فيها شهر على حساب. كنشوف ومني كيديروا الكونطرات، الا عجبني انا الحال راه كنبقى معاهم، ولا عجبهم هما الحال وبغاوني راه كيشدوني، ولا ما عجبنيش انا الحال كنقول لك رفض. في نفس الوقت هما الا ما عجبهمش الحال كيرفضوا. باش كتشوفي انت مع من غتخدمي ومع من غادي تعيشي ومع من غتكوني. واخا يكون لي كان، راه هنايا مستحيل شي حد يمد يدو على شي حد، راه مستحيل، ما كايناش هاد القضيه. هذيك راه فيها الحبس
وفيها بحال دابا هذاك الشيء اللي وقع عندك البنت هكا، راه كون وقعت هنايا راه غتبان في التلفازه وغتبان في العالميه وغتخاد ليها جميع الحقوق، وهذوك الناس غيبيعوا اللي قدامهم واللي موراهم كتعويض لهذيك السيده على ديك الحاله اللي دارت لها، وعلى كاع ديك المده اللي خدموها بلا عقد عمل بلا قوانين بلا والو. زعما خوتي اش غنقول لكم، والله العظيم انا فعلا تعصبت وبقات فيا بزاف، وانا عرفتو خدمتي راني مشاركه معكم، حتى انا كنخدم هكا ميناج، ولكن كنخدم وانا مفتخره بالعمل ديالي. علاش مفتخره؟ لان العائلات كيتعاملوا معايا مزيان وكنخدم بالقوانين ديالي وكنمشي بالشان والمرشان، ماشي كنمشي محقوره ولا يديروا فيا ما بغاو، نو وما كيشوفوش ما كيشوفوش فيك حتى ديك نظره احتقار، ما كايناش. بالعكس هنا راه كتخدمي يا عباد الله وكيتهلاو فيك، ابار القوانين كيتهلاو فيك. راه شحال من مره كيتهلاو فينا في اخر السنه، على طول العام يذوقوك من شحال من حاجه، يشريو لك كادو في عيد الميلاد ديالك، يازروك في احزانك في مناسباتك. ولكن شي عائلات اللي عندهم مثلا الخير وعندهم عم دفق كتعيشي معاهم من داكشي ما يخليو ما يعطيوك. وحنا للاسف كيبقاو يتحاسبوا كيبقاو يحتقروا الخادمه وكيديروا فيها ما بغاو وكيعتبروها بحال ماشي بنادم، مع ان هي راه بنادم. بالعكس خصهم يشكروها هنا والله العظيم، اقسم بالله شحال من مره تيقولوا الكراتسي هكا شكرا. دائما في الخدمه هكا كتسمع من فمهم شكرا، لان صافي يعني عطيتيهم واحد يد المساعده، عاونتيهم كيمشيو هما يخدموا خداميهم وانتيا كتوفري لهم الراحه في ديك الدار، يعني كتشتغلي كتنقي حتى هي خدمه، وهما كيكونوا فرحانين وعجبهم الحال وكيقولوا لك شكرا غراتسي. حنا ما بحالش تسمعي في المغرب شكرا ولا تسمعي على الاستهزاء، ودائما كيبغيو يديروا لك ديك النظره ديال الاحتقار، زعما راكي انت خدامه ولا نو. انا خادمه وكندير الميناج وافتخر، ولا كنخدم مع المسنين وافتخر. علاش كنفتخر بها؟ لانني كنحس انني هاد الناس كيعطوني قيمه، هاد الناس كيكبروا بيا وهازين بيا وهما كيقولوا لي شكرا. المهم انا شاركت معكم زعما على الفرق باش تشوفوا، واكيد غتكونوا عارفين هذا الشيء. وكنتمنى يا ربي كنتمنى ان حتى بلادنا تغير من هذه الناحيه، ويديروا قوانين الخادمات بالكونطرا بالمسائل ديالهم كاملين، ويفرضوا حتى على العائلات انهم يتهلاو فيهم. وفي نفس الوقت انا بغيت دوك العائلات اللي لاباس عليهم يغيروا من الافكار ديالهم ويشوفوا كيفاش كيتعاملوا الناس. راه عباد الله راه الدين معامله، وخص تكون فيهم الانسانيه. الانسانيه مادام هي مسكينه جايه خدامه عندكم، والا واحد الانسانه انها محتاجه وما عندهاش وظروفها القاسيه اللي خلاتها تجي تخدم، تزيدوا نتوما تكملوا عليها وديروا لها ديك الحاله. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمحوا لي اخوتي على هذا الانفعال، وبغيت نشارك معكم انا رايي في هذا الواقعه اللي وقعت، وفي نفس الوقت قلت لكم شنو الفرق. والله يهدي ما خلق، ومسكينه الله يشافيها ويعافيها. وكنتمنى يا ربي يا ربي يا ربي تحسن الوضعيه لجميع دوك الناس مساكن اللي كتكون العمل ديالهم هكا كخادمه في البيوت، ولا دوك مساكن اللي كيديروا الميناج في الزناقي. ولا كنتمنى يا ربي واحد النهار يجي ونسمع انهم حتى هما دايرين لهم بحال اللي دايرين هنا في اوروبا، ودايرين لهم شي صالير زوين. كنتمنى يا ربي. يلا خليتكم على خير وتهلاو في ريوسكم، وما كرهتش تشاركوني التعاليق ديالكم وعطوني حتى نتوما رايكم. مع السلامه.